سلام الله عليكم. الحلقة ديال اليوم حلقة ربما كتتعلق بمجموعة من المستجدات اللي كتشهدها الجامعة المغربية، وبالضبط جامعة محمد الأول بوجدة. جامعة محمد بوجدة هاد الموسم اللي نحن بصدد الانتهاء نتاعو ومقبلين على قدوم الموسم القادم، كنتفاجئوا هذا الموسم بان كليه الحقوق او كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه بوجده حرمت الطلبه والطالبات من الحق ديالهم المقدس في السلك الثالث او السلك الماستر، وذلك عن طريق اقصائهم بطرق ربما لا نعرف مغزاها. ما نعرفه هو ان المسألة نتاع السيد العميد نتاع الكلية الحقوق ربما هو من أهان الطلاب، وفي المقابل تسرع المساطر القانونية من أجل وضع مجموعة من التقارير في حق الطلبة والطالبات، ربما اللي دافعوا على واحد الحق ديالهم اللي هو حق مقدس، وكذلك لديهم الحق في النقد لقرار وزاري أو قرار إداري وما إلى غير ذلك. الطلبة والطالبات كيتفاجئوا بأن من بعد المقاطعة نتاع سلك الماستر بكلية الحقوق هذا الموسم، واللي كانت تعبر عن إرادة جماعية لمجموعة من الطلبة والطالبات، كانوا كيندوا بالحق نتاعهم في إطار هذه المقاطعة اللي كانت أرقى شكل نضالي يمكن يخوضوه الطلبة والطالبات. المقاطعة هي عبارة عن رفض تام لمجموعة من السياسات اللي كتمارس في حق أبناء الشعب. هنايا الطلبة والطالبات كيتفاجئوا من بعد ما انتقدوا واحد القرار وزاري وانتقدوا واحد القرار إداري بالأخص بموقع وجدة، كيتحمل المسؤولية نتاعو السيد العميد ومجلس الكلية، أن الكلية في أزمة أزلية. وهذا الموسم كنا نأمل بعد تنصيب العميد الجديد أن الكلية السير العام نتاعها غادي يتحسن وغادي يتزادوا فرص لأبناء الشعب في إطار مبدأ تكافؤ الفرص المطروح في الرؤية الاستراتيجية ما بين 2015-2030 كمخطط منزل في حقل التعليم. كنتفاجئوا بأن هذا العميد قام برفع تقارير للنيابة العامة ضد مجموعة من الطلبة والطالبات اللي انتقدوا هذا القرار. علاش انتقدوه؟ غادي تشوفوا معنا. الطلبة والطالبات انتقدوا مسألة الماسترات لأن كانت كتوفر لهم واحد الفرصة اللي كتمنح أبناء الجهة الشرقية كافة مبدأ تكافؤ الفرص. كانت كتمثل هذه الفرصة في أن الاعتمادات اللي كانوا من داخل كلية الحقوق كان أزيد من 11 الاعتماد كيستفدوا منه أبناء الجهة وحتى أبناء الجهة الأخرى. ولكن إذا به كيتفاجئوا الطلبة والطالبات هذا الموسم نقصوا مجموعة من الماسترات بما في ذلك الشعبة نتاع القانون العام ومجموعة من الشعب اللي ما كانتش عندها ماسترات. هذا الموسم جابوا 3 الاعتمادات لكلية تحمل حمولة أزيد من 34 ألف طالب، غادي يديروا لها 3 ماسترات غادي يتنافسوا فيها الطلبة على مستوى الوطني. هذا هو الشيء اللي ما عجبش الطلبة والطالبات، وأكيد مطلب موضوعي أنهم يناضلوا في الحق المشروع العادل، حق المشروع والعادل اللي كيكفلوا لهم القانون المغربي في شخص الدستور اللي هو أسمى وثيقة قانونية. كيحتجوا كينتقدوا قرار من أجل أنهم يحصلوا على فرص. هادو طلبة البيطالة لكتهم في الشارع السياسي العام، حاملين الإجازات نتاعهم، ما عندهمش بديل، بغاو يستمروا في الدراسة نتاعهم. لكن للأسف كنشوفوا بأن السيد العميد وعمادة كلية الحقوق دخلت واحد الثقافة اللي دخيلة على الجامعة. ربما فاتوا عمداء على مستوى الكليات الثلاث وما كانوش كيلجؤوا لهذه المسائل نتاع رفع
التقارير للنيابة العامة وحرمان الطلبة من المستقبلات نتاعهم وما إلى غير ذلك. وبالتالي اللي خص يعرفوه هاد الناس اللي مسؤولين واللي كيقوموا بهاد الممارسات، ان كاين مجموعة من الغيورين على هاد الوطن اللي بالعكس هاد المستويات كتزيدهم عزيمة وقوة باش يواصلوا المسار نتاعهم لأكثر من ذلك. عميد كلية الحقوق هو من كان يجب أن يحاسب. وهنا كطلبة يعني من هذا الموقع وكطلبة متضررين بالمرافعات اللي قايمة بها العمادة نتاع كلية الحقوق، لنا الحق في تقصي الحقائق، لأن السيد عميد كلية الحقوق مس بالكرامة ديالنا، وهذا الشيء يتنافى مع الفصل 22 من داخل الحريات والحقوق الأساسية اللي كيرتبط ولا يتعلق عفوا بالمس المعنوي أو المس الجسدي لأي فرد في أي زمن ومن أي جهة خاصة كانت. وبالتالي يعني هنا السيد العميد اللي نعتنا اننا ما عندناش اصول، وهذا الشيء عندنا موثق يعني بادله بفيديوهات وبمجموعه من الامور. كذلك الاكثر من ذلك انه نعت الطلبه بانهم كيقوموا بممارسات بوليسيه علما انهم ممثل جهاز الدوله. وهنا نطرح مجموعه من التساؤلات، وهذا الشيء تحنا كطلبه يعني ربما كان باش نحسنوا راسنا وندافعوا على راسنا حنا يعني عندنا ادله ناهيك عن مجموعه من الامور اللي ولات كتشهدها جامعه محمد الاول وحقل التعليم على مستوى الوطني. اصبحنا نرى مجموعه من الظواهر الخطيره، انك تلقى رجل تعليم في التعليم العالي في وسط واحد الفئه انتليجنسيه يعني كيمارس التحرش على الطلبة والطالبات. وهاد الظاهرة مازال مجموعة من الملفات اللي عالقة فيها على مستوى حقل التعليم على مستوى وطني. كاين مجموعة من الأمور ناهيك على الفضيحة التي كانت الموسم المنصرم في المسألة نتاع لونسي جي ولا لو اس تي اللي تم يعني الاعفاء المدير نتاع هذه المؤسسه والكاتب العام والاستاذ اللي كان مسؤول على هذا الفعل. كذلك تم الادانه نتاع رئاسه جامعه محمد الاول على المساله نتاع الرقم الاخضر اللي كيتعلق بالتحرش الجنسي او الشكايات. ربما كان اعترافا ضمني بهذه الممارسات اللي كتشهدها الجامعه المغربيه بصفه عامه. وحنا يعني من هذا المنبر كأبناء شعب وكمواطنين مغاربة وكطلبة في حقل التعليم يعني كندوا بشدة بهذه الممارسات، وكنطالبوا المسؤولين ان كيف يعقل مثلا مدينة قنيطرة فيها مثلا ازيد من 20 ماستر، مجموعة من المدن ازيد من 16 ماستر 17 ماستر، سلوا نموذجا ملحقة تابعة الى جامعة محمد الاول يعني كتضمن ازيد من 8 ماسترات ولا 9 ماسترات. وجامعه محمد الاول اللي هي النواه الام ومن اقدم الجامعات المغربيه للاسف الشديد يعني المكتسبات التاريخيه واللي كتعتبر حق مقدس كيما منحو الدستور يعني كنشوفوها انها تمشي من ابناء الشعب هباء منثورا، ولا حسيب ولا رقيب على هاد الناس اللي مسؤولين اللي كيقولوا ولا كينهجوا مجموعه من السياسات داخل حقل التعليم كتحرم ابناء الشعب من الحق نتاعهم. وفي الختام ربما كي لا اطيل عليكم في هذا الموضوع هذا، كتعرفوا مزيان يعني طبيعه الاداره المغربيه والقطاع الاداري نتاع هذا الوطن الجريح يعني كيشب فيه الفساد في مجموعه من الامور، لا سواء فساد إداري ولا سواء خروقات ولا كذلك المسألة اللي أصبحت ظاهرة كتفشى بالمدرسة العمومية وبالجامعة المغربية ومجموعة من القطاعات المؤسساتية اللي هي المسألة اللي كما قلت مسألة التحرش الجنسي واللي تضبط في مجموعة من الأحداث من داخل هذا الوطن ومن داخل حقل التعليم بالضبط. ولا خير دليل يعني الرجوع للمراجع حول الجرائد الإلكترونية والجرائد المكتوبة، وغادي تثبتوا بالملموس الفضائح بالجملة مثلا غير في العشر سنوات الأخيرة في هذا الوطن. لا تنسوا إعجابكم للفيديو والاشتراك في القناة. سلام الله عليكم.